نعود إليكم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من مراجعات ومع سماحة الشيخ حسن الصفار. سماحة الشيخ، توقفنا قبل الفاصل عند تأثرك بعالمين في القطيف وهما الشيخ فرج العمران والشيخ عبد الحميد الخطي. ربما كان هناك علماء آخرون تريد أن تذكرهم في هذا السياق قبل أن نتحول معك إلى النجف الأشرف والمرحلة الجديدة التي فتحت في طريقك العلمي والدعوي. تفضل. من العلماء الذين تأثرت بهم في القطيف العالم الشيخ علي المرهون. نعم. وكان عالم المحلة التي نقطنها في منطقة الدبابية، ومسجده قريب من بيتنا، فكنت أحضر صلاة الجماعة معه وأذهب مع والدي رحمه الله إلى مجلسه، وكان له مجلس خطابي في ليالي شهر رمضان المبارك. نعم. وعبر مجلسه تعرفت على معارف الدين. كان يخصص كل ليلة من الليال لبحث موضوع عقيدي يبدأ بالأصول الخمسة كما هي في المذهب الشيعي: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. وفي كل ليلة يتناول واحد من هذه الأصول وبلغة واضحة ومبسطة ومقنعة بالنسبة لي آنذاك، وبعد ذلك ينتقل إلى فروع الدين. نعم. فيخصص ليلة عن الصلاة، أخرى عن الصوم، عن الزكاة، عن الحج، عن الخمس، وهكذا بقية فروع الدين. فاستفدت من مجلسه في التعرف على المعالم والمعارف الدينية، واستفدت أيضا من أخلاقه وتواضعه وتعامله مع الناس. يعني هذا الأمر ميزه عن غيره من العلماء سماحة الشيخ، العالمان الآخران خصوصا اللذين ذكرتهما على الأقل لم يكونا خطيبين. هذا العالم كان خطيبا. نعم. والخطابة كانت تعطيه فرصة لكي يقدم هذه المعارف بالطريقة الشعبية الجماهيرية المقبولة والمقنعة. تأثرت ببعض الخطباء في مجال سلوكي في طريق الخطابة. نعم. وسيري في طريق الخطابة. ومن أبرز الخطباء الذين تأثرت بهم في القطيف الشيخ عبد الحميد المرهون. كان خطيبا لامعا في المنطقة، وكنت أرتاح لأسلوبه في طرحه للقضايا التاريخية وللقضايا الاجتماعية، بل كنت أتقمص طريقته في الطرح. نعم. أحفظ الكثير من المواضيع التي يطرحها وأقلده في طرح المواضيع. وكذلك الشيخ سعيد أبو المكارم أيضا من الخطباء الذين تأثرت بهم، وكنت أتردد على مكتبته. كانت لديه مكتبة كبيرة جدا من أكبر المكتبات الخاصة في منطقتنا في القطيف في قرية العوامية. وكذلك الخطيب السيد هاشم. هؤلاء عدد من الخطباء الذين تأثرت بهم في بلدي القطيف. سماحة الشيخ، طبعا نتحدث عن مرحلة البداية وأيضا مرحلة التتمة، الذين تأثرت بهم ليس فقط في البدايات، إنما استمريت ربما في تأثرك بهم سواء على مستوى مدرستهم الدينية أو على مستوى الخطابة، وقد ذكر ذلك. اسمح لي أدخل معك الآن وأنت الآتي بهذه الزوادة الدينية المعرفية الكبرى، تذهب إلى النجف الأشرف. طبعا هناك أيضا، وهذه المحطة المهمة في حياتكم، التقيتم وكنتم في مرحلة العلمائية المتقدمة إذا جاز القول في النجف الأشرف، حيث سماحة السيد محسن الحكيم، أبو القاسم الخوئي، السيد محمد باقر الصدر. ماذا أضاف هؤلاء السادة العلماء، ماذا أضافوا لشخصيتكم؟ نعم، ذهبت إلى النجف الأشرف بعد وفاة الإمام السيد محسن الحكيم. نعم. وكانت قد بدأت زعامة مرجعية المرجع السيد أبو القاسم الخوئي. وفي النجف الأشرف هناك، طبعا حينما ذهبت كنت في 14 من العمر، وكان هناك مجموعة من الطلاب ومن الفضلاء من القطيف والأحساء. أكثر علاقاتي كانت في هذا الوسط الطلابي. نعم. من القطيف ومن الأحساء. ولكنني كنت أيضا أتردد وأحضر بعض مجالس العلماء والفقهاء وأستفيد مما يطرح في تلك المجالس. تعلمون أن طالب العلم حينما يأتي إلى الحوزة العلمية ويبدأ بدراسة المقدمات، صحيح، ويحتاج فترة من الزمن حتى يصل إلى مستوى البحث الخارج، حتى يحضر عند الفقهاء المراجع. ولكن المراجع والفقهاء كانت لهم مجالس مفتوحة في كل يوم، وبعضهم له مجالس أسبوعية. فهناك مجال للطلبة
لطلاب العلم أن يأتوا إلى هذه المجالس ويلتقوا مع المراجع بشكل مباشر ويسألوهم ويستفيدوا من كلامهم. حينما ذهبت استفدت من الوسط القطيفي والأحسائي الموجود في النجف بالدرجة الأولى. نعم، لكن المراجع التي ذكرناها نعم، كان السيد الخوئي نعم. وكان السيد الشاهرودي وكان الشهيد سيد محمد باقر الصدر وكان عدد من العلماء الكبار والفقهاء الموجودين في الحوزة العلمية. نعم. وكنت أحظى بزيارتهم والدخول عليهم، وقد لفت نظري الفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر. نعم. الشهيد سيد محمد باقر الصدر كما تعلمون يمتاز عن بقية الفقهاء في عصره بأن لديه طروحات فكرية معاصرة. صحيح. حيث قدم فلسفتنا وقدم اقتصادنا وقدم البنك اللاربوي والأسس المنطقية للاستقراء. هذه الكتب أثارت انتباهي واهتمامي إلى بعد آخر غير الثقافة الدينية التقليدية التي جئت بها من القطيف. دخلتم في الثقافة العامة على أوسع مدى. الثقافة العامة. نعم. يعني كان لدي حرص أن أدرس فكر السيد محمد باقر الصدر. طيب، في هذه المرحلة سماحة الشيخ، يعني طبعا نتحدث عن نجف الأشرف هنا، عن بداية السبعينيات، يعني أعتقد هذه هي الفترة. كان النجف الأشرف يضج أيضا بالحركة العلمية وربما إلى جانبها السياسية أيضا، من خلال الموضوعات التي كانت تطرح ومن خلال كبار المرجعيات الذين الآن أشرت إليهم. وكان هناك طبعا بعض الأحزاب الإسلامية الشيعية التي تأسست، حيث كانت السياسة على كل حال منطقة محرمة. أولا، كيف تعاملتم أيضا مع هذا المناخ وأنت الآتي من مدرسة دينية إلى حد ما محدودة بهذا الشكل، دخلتم إلى السياسة العامة وكنتم تشاهدون ربما العديد من رجال الدين يقتادون إلى معاقل السلطة في تلك الحقبة؟ أود هنا أن أشير إلى أن من المشاكل التي يعانيها طلبة العلوم من مختلف المناطق في الحوزات العلمية أنهم يصبحون أسارى لأبناء مناطقهم، يعني للمحيط أو للجالية الموجودة هناك في الحوزة. مثلا حينما يذهب طالب العلم من القطيف أو من البحرين أو من الأحساء إلى النجف أو إلى قم فيما بعد، هناك قبله طلاب أكبر منه سنا من نفس منطقته. صحيح. هؤلاء الطلاب يصنعون جوا معينا فيما بينهم يستوعبون أي قادم جديد من منطقتهم. فغالبا ما يصبح هؤلاء الطلاب محكومين بهذا الجو، بجو الجالية الموجودة هناك في الحوزة. بيئة الجالية. بيئة الجالية. الجالية الموجودة من القطيف والأحساء في النجف كانت حريصة على الابتعاد عن أي أمر سياسي، وكانت تحذر أي طالب جديد قادم، تحذره من الاقتراب إلى كل ما يرتبط بالسياسة. هو خوفا من العودة ونتائج ما نعم. يمكن أن يكون قد أثير، هكذا هو الجو. خوفا من تأثيراته عليه في النجف، أنه إذا اقترب من السياسيين أو من الجهات السياسية يمكن يعتقل في النجف. في النجف أولا، ممكن أيضا يعتقل في النجف. وبالفعل السلطة الحاكمة في العراق آنذاك كانت تراقب النشاط الطلابي، ما كان منه متصلا بالجهات السياسية مثل حركة الشهيد سيد محمد باقر الصدر، أو ما كان مقتربا من حزب الدعوة مثلا، كانت تسلط عليه الأضواء. هل اعتقل كثير منهم من الطلبة؟ اعتقل عدد من الطلبة اللبنانيين، واعتقل عدد من الطلبة القطيفيين أيضا. نعم. من وسط يعني البيئة العلمية القطيفية في النجف الأشرف. ولذلك أنا كأي طالب قادم إلى النجف كنت أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، فما كنت أقترب من الأجواء السياسية. لكن هناك أمرين. الأمر الأول، أحد الطلاب من القطيف وهو الشيخ عبد الجليل بالمرهون الماء. نعم. هذا من جزيرة تاروت وقد سبقنا إلى النجف وله اهتمام أدبي، توفي رحمه الله أخيرا. هذا كان منفتحا على حركة الإمام الخميني، وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه موجودا في النجف آنذاك. نعم. ولكن كنا نحذر من الذهاب إلى بيته ونحذر على اعتبار أنه أجواء سياسية وممكن يكون في خطر وفي مشكلة. يحذرون من قبل من؟ يعني من اللي كان من نفس بيئتنا، من نفس الطلاب نفسهم. هذا الرجل الشيخ عبد الجليل بالمرهون الماء كان له تواصل مع بيت الإمام الخميني في النجف. نعم. فكان يأتي
لنا ببعض الكتيبات وبعض البيانات. وأتذكر أنني اطلعت على كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الخميني، وكان يطبع على شكل أجزاء في 5 أجزاء من هذا الرجل، فلفتت نظري هذه الطروحات. نعم. وبالتالي طلبت منها أن يأخذني معه إلى بيت الإمام الخميني. نعم. وكان أول لقاء تعرفت فيه على الإمام الخميني، وكنت في بداية يعني توجهي الدراسي في بيته في النجف الأشرف. طبعا أنا تعرفت والتقيت مع الإمام، لكن كنت كأي طالب من الطلبة يأتون في مجلسه. من هناك بدأت أنتبه إلى أن في شيء آخر، في بعد آخر. هناك فقهاء يتبنون يعني اهتمامات سياسية. بالنسبة إلى الشهيد الصدر، ما قادني إليه هو طرحه الفكري، ولذلك اهتممت بدراسة فلسفتنا ودراسة اقتصادنا. طبعا لم أدرسها على يد عالم مدرس، وإنما أخذت الكتابين وكنت أقرأ فيهما، وطلبت من بعض الفضلاء أن يسمحوا لي بأن آتي لهم لكي يشرحوا لي بعض المصطلحات وبعض الأفكار الموجودة في الكتابين. طيب. سمحت الشيخ، يعني ربما تجاوزنا ما له علاقة يعني ملاحقات